السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ بالصلاة على رسول الله ونبدأ وصفة جديدة مع بعض النهاردة. طبعا دي صفحتي الجديدة. ليالي والزوز بدل اللي اتسرقت. طبعا أتمنى كل اللي يدخل على الصفحة يتابعني وتتابعوني على قناتي على اليوتيوب وعلى التيك توك. النهاردة هنعمل مع بعض البامية. طبعا بجيب حلة على النار، بحط المادة الدهنية اللي أنا بحبها. دايما بحب اعمل ميكس كده ما بين المادة الدهنية اللي بستخدمها. حطيت شوية من الزيت، وقطعة كده من اللي هي لو موجودة عندك، وكمان قطعة من السمنة العادية مش الزبدة عشان ما تتحرقش معايا. نزلت الحاجات دي وساحت، وطبعا كنت سلقة لحمة ضاني. خدت منها كام حتة كده وحطيتهم في الحلة، وده طبعا الزوم الزوز القمر حبيبي. نزلتهم كده عشان يدوا للبامية طعم. تمام، قلبت كده اللحمة في المادة الدهنية، وبعد ما اتشوحت معايا نزلت بالبصل زي ما احنا شايفين كده. هستنى على البصل كده شوية لما ياخد لون اصفر او ذهبي، بس يكون فاتح ما يغمقش زيادة عن اللزوم. وبعدها كده عشان تغير ازاي، نزلت بقى دلوقتي بمعلقة من الثوم المفروم. آه، او المتقطع صغير اي حاجه. قلبنا كده، طبعا حطيت الطماطم. شايفين الطماطم شكلها جميل كده ازاي؟ هقول لكم اللون ده طالع ازاي. طبعا على الطماطم دي حطيت فلفل وملح وسكر. مش عايزه ازود توابل عشان ما تغيرش لون الصلصه القمر دي معايا. حطيت فيها حته بنجر وانا بضربها في الخلاط. طبعا الطماطم بقى اتسبكت مع اللحمه، نزلت بقى بالباميه. الباميه دي انا مفرزاها عندي، طبعا فكت كده في الصلصه على طول. ودلوقتي استوت، وضفت عليها شويه من الشوربه وطلعت تحفه. جربوا الوصفة هتعجبكم، وما تنسوش المتابعة. مع السلامة.